السلام عليكم. رسالتي اليوم كنوجهها للآباء، والمضمون ديالها هو علاقتكم مع الأبناء ديالكم. فمنذ الطفولة خصني نعلم ولدي، نعطيه حرية التعبير، ولكن في نفس الوقت ما خصوش يتعدى الخط الأحمر. خص الحرية ديالو تكون في حدود، ونتصاحب مع ولدي. علاش؟ لأن فاش نفرض عليه يدير شي حاجة ما تيكونش باغيها، هادشي غادي يعطي نتائج خايبة، وبالخصوص إلا فشلات هذيك الحاجة اللي فرضت عليه. إذن خصني نعلمو يعبر على رأيه. إلا سولتو مثلا واش بغيتي، أشنو بغيتي، ما نخليهش يقول لي اللي عجبك اللي بغيتي. لا، خصني نعلمو هو يختار أشنو بغا، وديك الساعة إلا كان خاطئ ولا الاختيار ديالو ماشي هو داك، نحاول نصحو ليه ونشرح ليه عليه. إلا تصاحبت مع بنتي ولا ولدي راه تنتفادى بزاف ديال الحوايج خايبين وبزاف ديال المشاكل، وتنخلي ولدي دائما يعاود ليا اشنو كاين. سواء ولدي ولا بنتي تيعاود ليا كلشي بصراحة. واخا راه كاين بعض الاسرار اللي راه كل واحد عنده خصوصياته، ولكن الحوايج المهمين تيعاودهم ليا. وحتى الا دار ولدي شي حاجة خايبة ولا بنتي، راه ضروري خص الاب يكون على علم بها، باش نحاولوا بجوج نحلوا هذاك المشكل ولا نعاونوا الولد ولا البنت. وما تكونش الأم دائمًا هي المسؤولة، في الآخر تتكون هي المسؤولة الوحيدة على داك الشي اللي دارت، على داك الشي اللي دار الولد. ولدناهم بجوج، خصنا نربيوهم بجوج، وخص كلشي يكون على علم. واحد النقطة أخرى خصني نقطة أخرى، نعلم ولدي أنني القناعة. نعلّمو أنني عندي نشري ليه شي حاجة نوفّر ليه داك الشي اللي بغا. ما عنديش خص يعرف ما عنديش، ماشي اللي بغاها نشريها ليه ونتكلّف ونتسلّف، لأن تيولّف بحال هكاك. واحد النهار غادي يبغي شي حاجة وغنقول ليه ما عنديش، وغادي نولي عدوّة ولا غنولي عدو. إذن خصني ولدي نصارحو ونعلمو يقتنع بداك الشي اللي عنده.